دابا انت تشوفوه وصلت لهذا الطريق تلاقيتي مع سياره اخرى. السلام عليكم الحباب، غادي ندير هذا الفيديو بالعربيه، كنتمنى باش يوصل للمسؤولين على المستوى الوطني. حنا ساكنين في الدروش، اقليم دروش، بغيت نمشي للحسيمه. الدروش اللي كاينه ما بين الناظور والحسيمه. الا بغيت انا نمشي للحسيمه عندنا طريق وحده اللي عندنا اللي قريبه باش نمشيو للحسيمه، هي ديال مهاجر إهراويين. هاد الطريق كنلقاو معها صعوبه كبيره، لا من ناحيه ديال الفراجات بزاف، طريق ديال الجبل، ولا من ناحيه ديال البنيه التحتيه. شوف هذا هو العرض ديال الطريق كامل من مهاجر حتى الطريق الساحليه. شويه ديال تساقطات البطاريه شويه، وكل عام هكا فوقاش ما ضربت شويه ديال الشتاء ما كنمشيوش للحسيمه، ولا كنخافوا باش نمشيو، ولا خصنا ندوز واحد الطريق اخرى من كبداني الناظور. غادي نوريكم هذا الطريق، لعل وعسى هذا الميساج يوصل للمسؤولين يشوفوا لنا هذا الطريق. راه الناس ديال الحسيمه ما كيجيوش عندنا، والناس ديال البطيب ما كيمشيوش للحسيمه غير على ود هذا الطريق الكارثي اللي حشومه كاع نهضر عليه. بقاو معايا غتشوفوا شنو كنقصد. كما كتشاهدوا دابا الا تلاقات سياره مع سياره هنايا، شنو هو الحل؟ كيفاش دابا السياره غتهبط هنايا باش تهرب تعطي الطريق للسياره اخرى؟ راه مستحيل. الا مشات حتى الرويضه هبطت هنايا راه وحلات هنايا. شوف دابا حتى اتساع باش السياره الاخرى غتهرب هنا ما كاينش، ما يمكنش. هذا الطريق غادي تشد جوج سيارات، بالخصوص الا كان شي كاميو ولا شي ترونسبور كبير. شوف هذه هي الطريقه، من بعد هذا هو الطريق، من بعد شويه ديال التساقطات البطاريه. دابا دخلنا عليكم بالله الا هنا وحلات هنا شي رويضه، كيفاش غادي نخرجوها؟ ومع العقبه ومع مع الفراش. صراحه كل عام كنلقاو هذا المشكل. شوف كارثه. شوف راه غالبا غيكون تقريبا نص متر. فيديو ما كيبانش مزيان، ولكن راه